رسميا تم إغلاق القيد في الدوري المصري استعدادا للموسم الجديد، وزي ما كلنا عارفين أي فريق في الدوري المصري مسموح له إن هو يسجل 5 أجانب فقط لا غير. انا جاي علشان اقول لك ال5 اجانب اللي النادي الاهلي سجلهم في القائمه بتاعته استعدادا للموسم الجديد 2026 2027. بس قبل ما اقول لك مين هم ال5 اسامي، يا ريت ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويا ريت ما تنساش اللايك والفولو ده على حبيبك اخوك محمد محسن. يلا بينا بسرعه اقول لك مين هم ال5 لعيبه الاجانب اللي النادي الاهلي ايدهم في القائمه النهائيه استعدادا للموسم الجديد. اول اسمين معانا ودول صفقتين جداد مع النادي الاهلي مضى معاهم لمده 3 مواسم، وهم سفيان بن جديده ومنصف بكرار. اما ثالث اسم معانا واللي مكمل مع النادي الاهلي ثالث موسم على التوالي وهو اشرف بن شرقي. اما رابع اسم اتأيد من فتره مع النادي الاهلي وكان اشرف داري، وبعد اصابه يوسف بالعمري ورفع اسمه من القائمه النهائيه للنادي الاهلي استعدادا للموسم الجديد، اصبح في مكان واحد فاضي للاعب اجنبي، فبالتالي النادي الاهلي بيأيد اخر لاعب وخامس لاعب اجنبي في قائمته استعدادا للموسم الجديد وهو رضا سليم. ودول يكونوا ال5 اجانب اللي تأيدوا في القائمه النهائيه للنادي الاهلي استعدادا للموسم الجديد 2026 2027. لو الفيديو عجبك يا ريت بقى ما تبخلش علينا باللايك والفولو الجميل. لعبا لحبيبك اخوك محمد محسن، ودايما استنى مني كل جديد. سلام يا ريس.